هفضل لغاية امتى يا جماعة اقول انا فردين بس؟ ازاي هعمل محشي الفردين؟ الجملة دي كنت بقولها تقريبا اول سنة جواز. انا ازاي هعمل محشي الفردين؟ كنت كل ما اكون عايزة اكله اقول لماما او اقول لحماتي انا عايزة اكل محشي. بس خلاص بقى، انا دلوقتي بقيت لو عايزة اكل محشي بالليل بطلع اي حاجة كده وبعملها في الفجر، يعني عادي. والنهاردة بقى أكلة محشي كده لذيذة وخفيفة والفردين بس. هنا مودي طبعا كان كالعادة، يعني لازم يطلع لي كده في كل فيديو. وبدأت معاكم، أنا كنت مجهزة كل حاجتي بتاعة المحشي وكمان كنت متبلة فراخ. ويا جماعة الكميات أنا ما بحبش أعمل كميات كبيرة أبدا. أنا بحب أكل الأكل اليوم بيومه. الفراخ او اللحمة او الطبيخ او اي حاجة لو قعدت عندي في التلاجة بس من الصبح بالليل احنا مش بناكلها. مش تنمر والله على الاكل ولا نقمة للنعمة، بس هي نفسنا كده، انا وجوزي لقينا نفسنا طبع واحد كده. المهم علشان ما ندخلش في تفاصيل كتير، ما تنسوش اول حاجة كده اللايك والاشتراكات والحاجات الحلوة دي. انا بدأت هنا احط الفراخ كده علشان اخلص منها يعني وما تاخدش وقت. وفي حلة حطيتها في الفرن طبعا الفراخ. وفي حلة كده بدأت حطيت ربع كوباية من الزيت. اهي الفراخ عاملاها بتتبيلة هقولكوا عليها دلوقتي عشان انا دخلت في الفيديو على طول. في الحلة دي بقى انا حطيت ربع كوباية من الزيت وحطيت عليها بصلاية كبيرة كده متقطعة صغير. خدت تتبيلة كده. اول ما تتبل معايا حطيت الطماطم. واول ما تسبكت حطوا طماطم حلوة في المحشي، خلوا المحشي كده احمر وجميل. اول ما الطماطم اتسبكت وكمان حطيت عليها معلقة من الطماطم الجاهزة عشان تعزز لي اللون. حطيت بقى، انا بحب الخضرة بحب اقسمها للجزئين. جزء بحطه في الطماطم ياخد تشويحة كده معاها، وبحط الرز ياخد تقلبتين، وببدأ احط باقي ال الخضرة بتاعتي. حطيت كده التوابل بتاعتي، ملح، فلفل اسود، شطة، سنة كده من الكمون والكزبرة. وحطيت النعناع. النعناع ده شيء اساسي في وصفاتي كده للمحشي، ما بقدرش استغنى عنه. هنا كده كان التسبيكة او الخلطة بتاعة المحشي كده اتظبطت يعني معايا. وفي نفس الحلة احنا مش هنعمل مواعين كتير، هي في نفس الحلة كده وهنبدأ. بدأنا كده بالمعلقة وكنا عاملين نفسنا شاطرين بقى ومؤدبين، لكن لا يا جماعة، يعني كل واحد في بيته بيبقى براحته بقى. اعملوا بايديكوا، اعملوا بالمعلقة، البسوا جلافز براحتكم. تتبيلة الفراخ بقى عشان انا ما قلتلكوش عليها. انا كنت جايبة طماطم حط عليها يعني طماطم وليمون وخل، والتوابل بقى ملح، فلفل اسود، شطة، ايه كمان، انا حطيت حبة من اللبن صغننين كده عشان بتديلي طراوة في الفراخ بتاعتي، وبحب طعمها يعني بيبقى طعمها لذيذ. بس كده ان شاء الله ما كنتش نسيت حاجة. نسيت حاجة، هي تتبيلة سهلة كده وبسيطة وبتودي الفراخ في حتة تانية. بلس ان انا حطيت عليها دبس رمان، معلقة صغيرة من دبس الرمان ومعلقة كبيرة من الصويا صوص علشان تدي كده لون حلو اكنها مشوية. هنا كده كنت خلاص خلصت المحشي وبدأت بقى جبت حلة. كنت هعمل كمان ملوخية، بس ملوخية جاهزة بصراحة. هنا معايا الشوربة او whatever، يعني انت عندك ايه بقى حطيه، شوربة او مرقة او اي حاجة. حطيت كده نصها للملوخية، والنص التاني هحط عليه معلقة من الصلصة وهحطه على المحشي بتاعي. البوتاجاز مش عارفة كان عامل معايا ايه كده، ما كانش راضي
يشتغل. المهم حطيت كده، شربت المحشي بتاعي. طبعا بنحطه على نار عالية، واول ما بيغلي يعني او كده بنوطي عليه. الشوربة هناك كانت بتغلي علشان الملوخية. اول ما غليت حطيت فيها كيس الملوخية اللي كان عندي، ده كيس جاهز بصراحة. وهنا كده كنت بدق التوم ده. دقيت التوم ده علشان الملوخية، وكمان علشان عملت شطيطة. الفراخ كده كل شوية كنت بديها من التتبيلة اللي هي فيها دي يعني، علشان تاخد لون حلو. هنا الملوخية كانت خلاص على الدقة يعني، او مش اسمها ايه، الطشة. ودي الشتيتة القمر بجد، يعني كانت احلى من الاكل. هنا كده كنا خلاص هناكل، مادام خلاص المحشي استوى هبدأ بقى. والفراخ خلاص كمان كانت استوت. اخر حاجة بعملها هي طشة الملوخية. ويا رب يكون الفيديو عجبكم. ولو انتي فرد واحد قومي اعملي محشي عادي، ما يهمكيش، ما تعمليش زيي. انا قعدت سنة او سنة ونص كنت بطلبه من ماما ومن حماتي، هو والسمك بصراحة. بس انا لغاية دلوقتي بعمل كده في السمك، علشان انا جوزي ما بياكلش سمك، فانا مش هقوم اعمل سمك ليا لوحدي يعني. بخلي ماما او طنط بقى هم اللي يعملوا لي، او باكل معاهم يعني، مش بيعملوا لي مخصوص. المهم الطشه القمر كده، وحطي كمان اللايك القمر بتاعك. الملوخيه كده كانت خلاص، والطشه خلاص، والمحشي خلاص. وتشي يلا دلوقتي. يا رب يكون الفيديو عجبكم، ما يكونش طويل عليكم. انا هنا كنت قفلت على فكرة اول ما غلتش يعني، ما تقلقوش. بس هنغرف بقى الاكل اللذيذ، وبألف هنا وشفا. ادي المحشي كان استوى. بصوا كنت عايزة اوريكم الرز قد ايه هو مستوي، وعلشان احنا مش بنحشيه قوي يعني، بنسيب فراغ كده، فالرز ما بيطلعش لبره والدنيا بتبقى تمام. الفراخ بتاعتي، وادي الملوخية والشتيتة ويا رب كده يكون الفيديو لطيف ولذيذ، ويا رب الطريقة بتاعتي تكون عجبتكم. بألف هنا وشفا، وما تنسوش اللايك. باي باي.